حبايبي الحلوين، وحشتوني كتير. اللهم صل وسلم على نبينا محمد أشرف المرسلين. تعالوا النهاردة هقولك كل التكات بتاعة مخلل اللفت البلدي الأحمر الوردي، والمخلل اللفت الأبيض بتاع الخزين. اتفرجوا على الفيديو الآخر عشان تعرفي كل التفاصيل. شايفين اللفت بتاعنا وجماله؟ ده اللي قدامنا ده اللفت الأحمر الوردي، والمية بتاعته ما شاء الله شربات، حاجة بجد جميلة قوي. وهوريلك اهون. ده معانا اللفت الابيض اللي هو بتاع الخزين، تقدر تخزني منه كمية لرمضان والبعد رمضان، ويفضل زي ما هو جميل مقرمش معاكي لاخر واحدة، ومهوش طري ولا بايش ولا اي حاجة. اتفرجي معايا على الفيديو للاخر. اول حاجة احنا بنجيب اللفت، بتختاري مواصفات اللفت بتاعك. بتجيب اللفت يكون مش كبير عشان ما يكونش من جوه شايخ او كبير او مفرغ كده. بتتنقي الحبات اللفت اللي هي تكون الوسط، وفي نفس الوقت ما تكونش تقيلة وتكون خفيفة في الحجم. نعرف منين اللفت الابيض من اللفت الاحمر؟ هقولك على حاجة. اللفت اللي قدامنا ده، شايفة؟ ده اللفت الابيض، ولو كان افتح من كده كمان هيبقى برضو لفت ابيض. كل ما كان القمع بتاع اللفت ابيض، كل ما تعرفي ان اللفت ده لما هتملحيه هيطلع معاكي لفت ابيض، ماهوش لفت احمر. ودون بتاع خزين مش بتاع الاكل. اللفت الاحمر بيقعد معانا 4 ايام وبناكله على طول. ده كده زي ما انا بوريكي دون ابيض، يبقى تعرفي ان اللفتايه دي لما تيجي تملحيها هتطلع معاكي بيضه. ممكن كمان تلاقي البياض نازل لتحت شويه كمان على اللفتايه المدوره. اللفتايه اللي احنا شايفينها دي لفتايه اللي بعد ما تتملح هتبقى لفت احمر مورد، لان القمع بتاعها احمر، ودي برضو القمع بتاعها احمر، هيبقى اللفت بتاعها بلدي لفت احمر. لايك وشير وكومنت حلو. بحبكم في الله، احلى حاجه في حياتي، وحشتوني كتير. انا مقصره في حقكم اول فتره اللي فاتت، والله سامحوني. طبعا انتي بتجيبي الكمية اللي انت عايزاها. طبعا اليومين دولت الحقيقة ينزل يشتري اللفت، اسعار اللفت حلوة. الرابطة ممكن تعملها 10، وانتي لو جدعنتي شوية ممكن تجيبي التلاتة ب20. يعني انتي لو هتخزني اللفت الابيض، انزلي الوقت اشتريه، وهتجيبيه زي ما هو كده تمام. وهتقومي مقطعة الراس سليمة كده بحتة من الشراشيب من تحت، وتقومي غسلاهم غسلة حلوة كويسة. وبعد كده تقومي نقعهم في مية ومنشفاهم، وتقومي مخزناه روس سليمة زي ما هي. غلط كبير لو احنا قطعنا الشرشوبة اللي فوق دي، لا ما تقطعهاش ولا اي حاجة، سيبي اللفتاية بالشرشوبة بتاعتها دي. طالما انت هتخزنيه ممكن يقعد معاكي 2 3، يعني يقضي معاكي رمضان وما تقلقيش من الحتة دي خالص. كل لتر مية او كل كوباية مية عليها معلقة هرمية ملح. الملح لو تقدري ان انت توفري الملح الرشيدي اللي هو البلدي اللي هو حبيبات تخينة يبقى تمام. مش قادرة توفريه يبقى ملح اللي هو الاكياس، بس حديه الخشن مش الناعم. تمام. اللفت اليومين دول اما تيجي تنقيه علشان تستفادي من اللفت وتستفادي من الورق بتاعه، نقي اللفت اللي ورقه اخضر وحلو كده، ينفع معاكي ان انت تخزني الورق ده ان شاء الله لرمضان. وهقولك برضو طريقته سهلة جدا خالص، مهوش متعب ولا اي حاجة، وبترصصيه وبتعينيه في الفريزر يقعد معاكي بالسنة وسنتين براحتك خالص. فانتي نقي الورق. برضو في لفت في السوق بيبقى الورق بتاعه صغير مش حلو، ده نقي الورقة الكبيرة. يعني ما شاء الله اللفت هنا بلدي والورقة خضرة وكبيرة، يعني تنفع في الحشو. وبجد يعني انا من عشاق ورق اللفت، محشي ورق اللفت، والعنق بتاعتنا طرية وحلوة. انا جبت طبق كده زي ما احنا شايفين، وحطيت فيه معلقة خل وشوية مية،
وقطعت الرز زي ما احنا شايفينها كده، وهبدأ انزلها في الطبق علشان تبوش من الطينة اللي هي فيها، وهغسلها كويس خالص. طبعا لو احنا هنخزن اللفت لرمضان يبقى اعملي الطريقة اللي انت شايفاها قدامك دي، نفس التقطيعة بتاعة الراس كده، بالحتة من تحت بتسيبيها، وبالشرشوبة بتغسليها كويس. بعد كده بتحطي في برطمان مية مغلية وبتبرديها، وبتحطي لكل كوباية مية معلقة ملح هرمية وبس. بعد كده بتحطيه في البرطمان وبتقفليه وبألف هنا. طيب لو احنا نملح اللفت بتاعنا تمليح سريع، انا قطعته كده صوابع زي البطاطس الشيبسي. بعد ما غسلته كويس قطعته كده شرايح، وقطعتها صوابع صوابع صوابع، وغليت المية وسبتها تبرد كويس، وحطيت لكل كوباية مية معلقة هرمية كبيرة ملح. تمام، يبقى دي قواعد ثابتة. وعبيت اللفت بتاعي وحطيت المحلول الملح عليه، وما فيش خل ولا اي حاجة، ما فيش الا المية والملح. ودي كانت طريقة تخليل الملح، تخليل اللفت السريع وتخليل اللفت لخزين رمضان. اتمنى ان الطريقة تعجبكم، وانتوا شفتوا شكل اللفت في اول الفيديو كان عامل ازاي. مع